ده يبقى اسمه نيو، بس شكله ضعيف جدا. اتورط مع شلة قوية قوي وقرر انه يصاحبهم وما يهربش منهم. ده البطل اللي هنعرف قصته في الحلقة دي. بس الاول ما تنساش انك تصلي على النبي وتنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتقول رايك في كومنت علشان ده بيساعدنا نكمل. ويلا بقى روح حضر فشارك او كوباية الكوفي بتاعتك علشان تستمتع بالتحفة الفنية دي. ده بقى يا صديقي راجل كبير في السن بدأ يحكي حكاية 3 ذئاب، وبالاخص الولد صاحب الشعر الابيض. بنروح لسنة 1863 في كيوتو. بنلاقي شابين وسيمين جدا دخلوا المطعم وكل اللي موجودين اعجبوا بيهم جدا. واحد اسمه هيجي كاتا وهو كشري دايما، والتاني اسمه سوجي وعلى طول مبتسم. والعجوز اللي كانت في المطعم طلبت منهم ينتظروا بره المطعم لان مفيش مكان فاضي، وفي طفلة صغيرة كانت بتقدم ليهم طبق مخصص، ولكن هيجي كاتا خوفها لانه ما بيبتسمش. وللعلم ان البنت دي اسمها ايروها، والجدة كانت بتنده عليها علشان تشوف باقي الزباين. وسوجي بيقول خدت بالك ان في عجوز تانية شغالة جوه؟ هيجي كاتا بيقول له ده طفل اصلا. وفعلا الطفل بيجي لهم وبيقدم ليهم الدانجو. سوشي بيكون منبهر جدا من شعر الولد، وبيقطع لقائهم فتيات ماشيه وبيتكلموا على حالات خطف. ويقال ان الخطف بيكون اطفال صغيره بس. وبعد ما الزبائن كلها مشيت بيكونوا الاطفال دول واقفين مع الناس الغريبه دي، والنيو بيسال هيجيكاتا على الدانجو عجبه ولا لا، ولكن على ما يبدو انه هو ما عجبهوش قوي وساب بقيته. ولما قام علشان يحاسب نيو بيقول له على فكره احنا عندنا يودوفو بما ان الدانجو ما عجبكش. هيجي كاتا بيقول له عندك عيون حد يا ولد. وبعد ما مشي واحد من اللي قاعدين بيقول ان دول الميبورو. الميبورو دول يقال ان هم الرونين استقروا في قرية ميبو، ودول كانوا اصلا جايين علشان يحموا الشوغن. ويقال ان هم بيقتلوا الناس وبيسرقوا المحلات من غير اسباب، ويقعدوا يتكلموا بسوء عن سوجي وهيجي كاتا. ولكن الجدة انفعلت عليهم وطلبت منهم ان هم يمشوا علشان المحل شطب. ويروها خافت لا يكونوا فعلا الناس دول سيئين. وبالليل بتسأل اخوها انت شايف ان الميبيرو مخيفين؟ نيو بيقول لها الافضل اننا نصدق عينينا وبس، واننا شايفين ان هم مريحين جدا. وتاني يوم بيروحوا الميبورو للمطعم ولكن مفيش زحمه، ولكن الجده حضرت ليهم اطباق سخنه. ويجي كده بيسالها على الولاد دول مش اخوات، لكن الجده بنبره دفاعيه قالت له ان هم اخوات. مش اخوات دم لكنهم اخوات. روها والدها توفى وهي عيله صغيره، واتبنت نيو من بعبد، وبقالنا 10 سنين عايشين مع بعض عيله واحده. وبيقول لها ان الولد ده خفيف الحركه، بتقول له انه ذكي جدا ونبيه، ده غير انه ما بيتصرفش كالاطفال. وقروها بنت جميله ومبتهجه دايما. وسوشو بيقول لها كانك جدتهم الحقيقيه وهم احفادك. بتقول له اوعى تقول كده، قول امهم مش جدتهم. والليل حل عليهم، والجده طلبت من الاخوات ان هم يرجعوا للبيت قبل ما الليل يغمق، لكن هيجيكاتا اتدلق عليها الشوربه. وهم ماشيين البنت بتحكي على حلمها وان نفسها عيله كويسه تتبناها، وان يطمنها وبيقول لها اكيد في عيله كويسه في يوم ما هتيجي وهتاخدك تعيشي معاها. بتقول له طب وانت؟ قال لها مش هينفع اسيب الجده لوحدها، هكبر معاها المطعم. ولكن اثناء حديثهم نيو حس بحركه غريبه حواليه، وبدا ياخد ايروها ويهربوا من المكان ويروحوا المكان تاني. وطفى المصباح بس نور القمر كان منور المكان، واتجمعوا مجموعه من العصابات حواليهم. وافتكر نيو الناس اللي كانوا بيتكلموا على حاله الخطف، وبداوا يضربوا نيو ويخطفوا يروها. لكن الابطال وصلوا في الوقت المناسب وكانوا تقريبا مستنيينهم يظهروا. والخاطفين بيسالوا انتم مين؟ ردوا بمنتهى البرود انهم الاشخاص اللي العالم كله بيكرههم، وبداوا يضربوهم واحد تلو الاخر. حتى من قوتهم كان سوجي ما بيسحبش سيفه، ويجي كاتا مسك واحد فضل يضرب فيه وبيطلب منه انه يقول على مكان الاطفال المخطوفين. ولما خلاص سحب سيفه وهيقتل واحد، نيو طلب منه انه يوقف وما يكملش. ولما راح علشان يكلمه وعرفوا انه هو مخطوف اصلا، متاخد كاسير يعني، وانه بيعمل كل ده لاجل بنته مخطوفه هو كمان. ونيو اكتشف ده لان الراجل ما كانش مستعد انه يموت اصلا، وقال لهم على مكان الاطفال جنب مكتب الرهن في شيجو. هيجيكاتا قال للراجل ما تقلقش، قبل النهار ما يطلع هتلاقي بنتك في حضنك، ابقى احكي لها انت قد ايه بطل واتنكرت علشان تنقذها، وعلى الاغلب انها هتكون جعانه، حضر لها اكل على ما تجيلك. واليوم خلص. تاني يوم الصبح كانوا في المطعم والجده بتشكرهم على اللي هم عملوه لاجلهم، وبيقولوا كمان ان هم رجعوا الاطفال المخطوفين كلهم بسلام. وإيروها كانت مبسوطه جدا على عكس نيو اللي كان متضايق جدا منهم. سوجي بيقول لهيجيكاتا ان في حد مزاجه سيء اهو، وبدا يطلب ان هو يجي ميبو وينضم للريشيجومي على الرغم انه طفل لكنه بتاع شغل. سوجي بيقول له مش عايزينك تقاتل، احنا عايزينك تكنس تطبخ تروق وكده يعني، ولكنه رفض تماما. ولما جم يمشي نويا قال لهم انا عندي سؤال، انتم اعتبرتونا طعم صح؟ والرد كان نعم، لان الوقت بيخلص ومش عارفين هم مين، واستخدمناكم كطعم وفر علينا وقت كبير. نويا بيقول لهم انتم ما تعرفوش التجربه دي ممكن تكون عملت ايه لايروها. سوجي بيقول ان دي فكرتي وانا اسف لو حاجه حصلت، لكن هيجيكاتا بيقول له ان الموضوع بسيط، ما تمشيش في الليل وابعدوا عن الاماكن الضلمه جدا على الاقل في الوقت الحالي. سوجي بيقول لان فيما بعد هنغير العالم
ويخليه مكان آمن، لكن نيو بدأ انه ينهار ويقول انهم كلاب بيتم استغلالهم وبس، مش عارفين هنفضل عايشين لامتى ولا هنموت او نمرض امتى. الناس وحشة جدا بالنهار وبيمارسوا العنف بالليل وبيخطفوا وبيقتلوا وبينهبوا، واحنا كل اللي علينا ان احنا نتحمل الألم وخلاص، نضحك ونتحمل الألم. الناس بتعمل كل اللي على هواها واللي المفروض يدفع الثمن هو الضعفاء والاطفال الضعفاء. اللي انا بكرهه هو اني معدوم القدرة على فعل اي حاجة، وبدأ في الانهيار وهو بيقول انه عايز يكون اقوى. جاكيتا اخده بالحضن وبدأ الولد انه يهدى، واخد شوية حاجات معاه، والجدة بتقول لازم تنحني براسك وتشكرهم انك رايح معاهم، ما تنساش ان اي حاجة بتعملها بتنعكس على تربيتي ليك. ومن هنا اصبح صديقهم الثالث اللي انضم من كيوتو. ولما راحوا القصر كده نيو بيقول ده مقر الميبورو، لكن الواقع بيقول ان ده قصر ياجي، ده الشخص اللي بيقتويهم. ويقال كمان ان المكان ده الاطفال الصغيرين مطلعين عليه اشاعة انه مأوى للشياطين. نيو كان داخل المكان والرعب مالي قلبه، وفي وقت ما كان بيتفقد المكان سمع صوت، ولما راح هناك لقى تدريب ناري بين افراد الميبورو، ولاحظوا وجوده بسرعة وبيقولوا ليه في طفل هنا، انت بتعمل ايه؟ هيجيكاتا بيقول له مجند جديد، وسانوسكي بيزعق لهيجيكاتا وبيقول له انت ازاي تجند ولد صغير، وناكاجورا برضه عايز يقتل سوجي وبيبدأ بالصياح. وفي الاخر قرروا يلعبوا سومو علشان يحددوا الفائز، والولد ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، وفي ولد تاني اسمه هاجيمي هو اللي هيلعبه، لكنه معترض. بس وقت ما نيو جهز للمعركة وقف هاجيمي على طول، والمعركة كانت حماسية جدا لكن انتهت بالتعادل، وفي شخص مجرد ما اتكلم الكل سكت وبيقول ازاي بتتقاتلوا من غيري، ده مش عدل. ولما راح ناحيتهم الكل بدأ انه يهرب لانه قوي جدا، ولما بيقف قدامه بيخسر بسرعة رهيبة. وكامو بيقول له انا اللي هقف قدامك يا كوندو، وبيظهر من وراه 10 ايادي، ولكن دول بيكونوا اصحابه، وكوندو بيطيرهم واحد ورا واحد. نيو اتحمس وقرر يروح هو كمان، ولكنه طيره في الجو. ولما وقف بدأ يقول هم دول الناس اللي العالم بيخاف منهم، دول طلعوا بطيخ. هو بدأ يضحك ضحك هستيري لدرجة ان الكل فكروا جاله ارتجاج في المخ. واثناء الهزار جالهم واحد بيقول ان في حد اتقبض عليه عند جسر سانجو. هيجيكاتا بيقول لنيو انت معانا قشطات. ولما راحوا هناك نيو ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، لكن كل اللي بيدور في ذهنه ان الاشرار بيتقتلوا من الاخيار، كل ده وهو بيحاول ياكد الاسئله اللي في دماغه اتجاه الخير. وراحوا المنزل بالليل علشان يقبضوا على حد، وعلى الرغم ان الليل ده مسئله انهم ما شغلوش مصابيح، وبدا يقتلوا في الناس لحد ما واحد بيقول انه قتل علشان الفلوس. وجيكاتا ما استناش وقال له انه ميت، ولما رجع الراجل هجم عليه، كانت خلاص نهايته المؤسفه وغرق نيو بالدم. سوجي بيقول له خلي بالك، وهم ماشيين كان نيو مصدوم من اللي شافه، حتى بالليل ما نامش. ولما هيجيكاتا ساله انت مصدوم ولا بتفكر في ايه، نيو بيقول له ان اي حد بيقتل لاجل المال المفروض انه يموت، ولكن انا برضو مش عارف لو الشخص اللي مضطر اقتله ده كان زيي وبيحاول يغير العالم وقتها هعمل ايه. وعلى الرغم اللي اتعلمته ان الاشرار هم اللي بيقتلوا وبيسرقوا والاخيار بيقتلوهم علشان كده، لكن الموضوع لو على العكس بين الاخيار بس هتكون حرب دمويه. ولكن في الاخر طلب من هيجيكاتا انه عايز يكون قوي وصاحب اراده، وهيجيكاتا قال له لازم تلتزم بمبادئك واوعى تتغير ابدا، ونام لانه كان تعبان جدا. تاني يوم سوجي بيلاقي نيو واقف على دماغه بيدور على مفهوم العداله، ولكن سوجي بيقول له لازم تدور بنفسك، انا مش هقولك. وبيقول له روح بقى هيجيكاتا عايزك. ولما راح قال له اننا هنخرج في دوريه احنا الثلاثه، وبيكون الثالث كوندو. واثناء ما هم ماشيين كوندو كان اول مره يشوف الانس، وبيقول انه ما كانش متوقع ان الكل سيافين. نيو قال له ان حاكم البلده دي كان جاي معاه جنود كتير من فئه السيافين، وفي واحد اول ما شافهم بدا ان هو يهرب. هيجيكاتا بدا انه يجري وراه باقصى سرعه، ولكن نيو وجنوده بطاء جدا وبداوا يتفرقوا لاجل ان هم يلاقوه. لكن نيو لقى طفله بتبكي وراح علشان يواسيها، محبش انه يسيبها في الموقف ده، ولبسها الشبشب بتاعها. لكن الراجل اللي كانوا بيدوروا عليه جري ناحيته، ونيو انقذ البت. لكن هيجيكاتا قدر ان هو يوصل له ويقتله، ونيو رجع البنت دي لابوها. واعتذر هيجيكاتا انه فشل في مهمته، لكن بيقول له يا عم ما انت انقذت الطفله فتمام. نيو بيقول له انا كان حلمي ان اغير العالم وقت ما جيت معاك، لكن في الواقع انا عايز عالم الاطفال يبكوا فيه بحريه، لان عمري ما بكيت. المعبد اللي كنت فيه كان لازم نبتسم بس علشان حد يتبنانا، لكن انا مش حابب ده. وكونودو ضمه ليه وبيقول له مرحبا بيك في الميبورو. وبنشوف بقى الناحيه التانيه سيريزيا وهو بيقتل واحد. تاني يوم بقى بنلاقي نيو وهو بينظف الارض، وبيقول انه اتعرف على كل الناس اللي موجودين هنا وهم 15 راجل، لكن بيبص جنبه لقى واحد اول مره يشوفه وبيعرفوا عليه وهو اسمه تاناكاتارو، وبنعرف ان هو من الميبورو وعنده 13 سنه. نيو على
رغم انه عارف اسماء الناس كلها الا انه ما شافش تارو ده ابدا. تارو بيقول له انه كان نايم في الخزانه. هيجيكاتا نادى على نيو علشان التمرين وقال انه يبعد عن تارو ده خالص، ولو عايز تعرف فده الذئب الاول اللي اخدناه من كيوتو. وبعدها بنلاقي تارو بيقطع شجره ونيو راح علشان يوريه الطريقه الصحيحه، ولما جه يكمل تارو وقفه علشان ده شغله هو اللي لازم يعمله. ونيو بيحكي انه انضم للميبيرو علشان يخلي العالم مكان افضل، لكن تارو بائس جدا وبيقول له ان ده كلام فارغ وسابه ومشي. وسوجي بيقول له هو مش هيجيكاتا حذرك من التعامل معاه؟ سوجي بيقول لنيو ان اليوم اللي رحنا فيه كيوتو سيرازياو هو اللي جابه. سوجي بيقول له ان الراجل ده على الرغم ان هو مرح وبيحب الهزار الا انه شديد جدا، ده غير انه كمان دايما بيضرب تارو بيهزقه كتير. بس اللي انا شايفه ان تارو مستمتع بالموضوع وما عندوش مشكله. سوجي بيقول له الواضح انك عايز تصاحبه لان شكلك مرتاح ونفسك ان انتوا تكونوا اصحاب، وطلب من نيو ان هو يمسك ايده وبدا انه ياخده في جوله، وطلب منه انه ما يفتحش عينه مهما حصل. ونيو كان ضربات قلبه بتتصارع لانه مش فاهم فيه ايه. ولما سوجي طلب يفتح عينه بعد لما قال له احنا هنقف عند النهر، لقى نفسه في مكانه عادي. وده كان درس انك مش شرط تدي ثقه للناس كلها، لكن ممكن لو اديتها لشخص يبقى هو ده الصديق. وقت العشاء جه والكل رايح ياكل. نيو بيقول ان سيرازياو واصدقائه مش موجودين، وبيجي على بالليل وهو سكران ومش قادر يقف على رجله. وهيجيكاتا لقى ان في واحد من اصحابه مش موجود وبيسال عليه، وسيرازياو بيقول له انه قتله. ونيو مصدوم من اللي سمعه. وفي نفس الوقت طلب من تارو انه يروح يخفي الجثه، وقال ان الجثه عند جسر الشيجو، وبدا في الجري. ونيو بدا ان هو يحصله، ولما وصلوا عند الجسر كانت الجثه على الارض. وتارو ما استناش وبدا يقطعه لاجل انه يخفي الملامح. ونيو بيحاول يوقفه عن اللي هو بيعمله، لكن تارو على ما اعتقد انه اتجنن لانه شايف ان العالم كله ما يساويش شيء وانه لازم يكون حاضر ونعم لاجل البقاء. وبنشوف سوجي وهو بيطلب من هيجيكاتا انه يروح يلحقه، لكنه بيقول له ان نيو جدير بالثقه لانه راجل بجد وجداني، واحنا الاتنين بنتشارك نفس الحلم اننا عايزين عالم الكل يعيش فيه بامان. ونيو وقتها بدا ان هو يرقص عريان علشان يجذب انتباه تارو لانه في حاله هيجان. وتارو وقتها فكر ان نيو بيستهزئ بيه، لكن بيقول له انه عمل كده علشان يخليه يوقف اللي هو فيه، وطلب منه وقتها ان هو يتولى الامور. بجانب كده وقتها عرف ان القتل ده كان عمد وكان متخطط ليه. وهيجي كده بيقول لسوجي ان نيو فاهم كويس قوي المفروض يعمل ايه لانه مش طفل في الاساس، ده عبقري. بجانب كده انا شايف المستقبل بتاع الميرو بين ايديه. وتارو ما كانش عايز يخلي نيو يعمل حاجه، لكنه اقتنع في الاخر وساب نيو يعمل اللي هو عايزه. وتاني يوم لقينا تجمع ناس على الجسر، وكان في حاجات مرميه على الارض على اساس ان الميت ده كان مسافر عادي، لاجل ان محدش يعرف فين اللي مات في الاساس. والراجل الضخم ده بدا يضحك بطريقه مخيفه لاجل ان هو مبسوط تقريبا من التفكير العبقري ده. وبنلاقي نيو طلب انه يقابل الراجل ده وقدم نفسه بطريقه رسميه، وبعدها بدا يساله عن سبب قتله لزميله. ولكن الضخم ده انفعل عليه، ونيو بكل برود بيقول له انت قتلته لاجل الميبيرو صح؟ ولكن الراجل رمى براس نيو على الارض وبيقول له انا ممكن اقتلك دلوقتي عادي جدا، خلي بالك من كلامك. نيو بيقول له انت قلت انك قتلته وانت سكران، لكن الحقيقه الواضحه انك قتلته عمد لان مفيش اي محلات قريبه من الجسر، يعني على ما اعتقد انك اجبرته انه يروح الجسر علشان تقتله. وعملت كل ده لانه خاين وكان عايز يخون الميبورو، لان لما شفنا في صندوق الرسائل اكتشفنا انه بيبيع معلومات للاعداء لاجل انهاء الميبورو، وانت ما قدرتش تسامحه علشان كده قتلته. وتارو اصلا خايف من جرايه نيو، ولكن الراجل ده نفى كل كلام نيو لانه بالنسبه ليه ازاي طفل زي ده قدر يخمن كل حاجه بالدقه دي. لكن نيو قام واعتذر عن كل حاجه ومشي، لكن وهو عند الباب بيهدده بصوره غير مباشره. ولما راى ان الراجل هيبدا يتحول عليه بدا انه يهزر، وتارو جري وراه وبيقول له انت ازاي جاتلك الجراءه دي؟ نيو بيقول له يا عم انا كنت هموت من الخوف اصلا. وش كده وهو ماشي سيرازياو بيقول له انت جبت الولد ده منين؟ ده جريء جدا. وش كده بيقول له انت اللي بتتصرف بعنف شويه. ونشوف نيو وهو بيجرب نفس الطريقه بتاعت سوجي، وتارو كان مرعوب وبعدها فتح عينه. نيو بيقول له شفت لازم تثق في اصدقائك. تارو بيقول له يا عم احنا مش اصحاب اصلا. تاني يوم بقى بنلاقي الميبورو بيتمرنوا كلهم على التلويح بالسيف، وبعد ما بيخلصوا تمرين نيو بيموت من شده التعب. وبنلاقي هاجي كده بيبارز سوجي، ونيو اتحمس وقرر انه يبارز حد هو كمان. هاجيمي قرر انه يبارزه بسيوف خشبيه ودرع، وبعد ما جهز قرر انه يهجم على هاجيمي ولكنه كسب بضربه واحده بس. فبعد الغيبوبه اللي هو كان فيها ولقى هيجيكاتا قاعد جنبه لاجل انه يطمن عليه، ونيو كان زعلان انه خسر قدامه. وهاجيمي يبقى الذئب الثاني من كيوتو واللي اختاره هو كوندو. وما تحاولش تلحق بشخص هو اقوى منك لان ده بلا فايده، وانا ما ضمتكش علشان انك جامد في المسايفه، لا. نيو بيقول له علشان كده انا لازم ابذل كل جهدي. ومتحمس جدا انه يتدرب وراح لكوندو لاجل ان هو يدربه، وبدا يوريه ازاي يلوح بالسيف بتاعه، وبدا انه يتدرب بكل جديه لاجل انه يكون قوي. وبالفعل من اول يوم ليه والكل منبهر بيه جدا
لانه مثابر وعنده عزيمه. والكل كان بيتعشوا بالليل ونيو الوحيد اللي كان لسه بيتدرب من الصبح. ناكاجورا كان فرحان ومبسوط بنيو لانه شخص مجتهد، والكل بدأ انه يوافق الرأي، لكن هاجمي قال انه لسه ما اعترفش بيه. ولكن تاني يوم في لعبة السومو انتهت بالتعادل زي المرة اللي قبلها، على ما يبدو ان هما بس متعادلين في السومو. ونيو وهو بياكل اخد باله ان هاجمي ايسر، وده ليه مدلول هنعرفه قريب. وبالله قائد الميبورو لابس زي رسمي ورايح يقابل المبعوثين من الايزو علشان يحلوا المشاكل المالية اللي عندهم لانهم كراعيين للميبورو. وطلب من كوندو وهيجيكاتا ان هم يروحوا معاهم، ولكن هيجيكاتا رفض. وكمان طلب من نيو وهاجمي ان هم ينضموا ليه في دورية تفتيش. ونيو نسي السيف الخشبي بتاعه على ما راح علشان يجيبه. هاجمي بيقول له انت ليه عينت شخص زي ده ضعيف؟ هيجيكاتا بيقول له هو مش تعادل معاك في السومو، لكن الواد بيقول له ده ملوش علاقة بأي حاجة. قال له دي شوية وقت وهتفهم كل حاجة. وسط ما هما ماشيين بعد ما نيو جاب سيف وكان متحمس جدا انه يشوف سيوف هاجمي، لكن بسرعة جه على الجانب التاني وهاجمي بيقول له ممنوع تقف على يساري، ودي اي ساموراي يعرفها لان دي قاعدة. وهيجيكاتا كان بيقول ان الميبورو مهمتهم حماية المدينة حتى لو ده هيخلينا نضحي بحياتنا. وبعدها طلب منهم ان هم يستنوا هنا على ما يخلص حاجة في ايده ويجي لهم تاني. وعلى ما يخلص نيو قرر يدرب لنفسه، لكن هاجمي بيقول له ان تمركزك غلط، ومع ذلك برضه ما قالوش يعمل ايه، عرفه بس ان القضية بتاعته اسمها AI. نيو طبعا ولا فاهم اي حاجة، وبدأ في انه يوري له الحركة وان اي حد في المجال بتاعها فهو ميت. نيو عجبه الموضوع وبدأ انه يجرب، لكن جاء صوت أنينة طفلة. ولما راحوا للمكان لقوا شخص ماسك طفلة وسيف وكان بيفكر يقتلها، لكن الناس بيقولوا ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، مش هيرجع مراتك للحياة. والبنت ذكرت انه ابوها، والناس بتقول ان مراته ماتت بسبب مرض، لكنه مقتنع ان دي كانت حرب ضده، وبيجيب اللوم على الشوغن والامبراطور، هما السبب في كل حاجة. وبدأ ياخد البنت ويهرب لانه عايز يقتل الامبراطور والشوغن، ولكن مش عارف ايه الدافع اللي يخلي اب يعمل كده في بنته. وبدأ ان نيو وهاجمي يجروا وراه. نيو طلب من هاجمي انه ما يقتلوش مهما كان السبب، لان نيو ما يعرفش ابوه كان شخص حلو ولا وحش، لكن مش عايز طفل تاني يتحرم من ابوه، مش عايز طفل يحس نفس الاحساس. وهم بيجروا نيو قال لهاجمي نفذ حركتك وانت في الجو وانا هنقذ البنت. هاجمي بيقول له مستحيل اعرف اعملها وانا في الجو، لكن نيو كان واثق فيه. وبدأ ان هم ينقذوا البنت فعلا، وهاجمي كسر سيف الراجل. وبعدها الراجل كان عايز يقتل نفسه، لكن نيو اخد منه السيف المكسور وبيقول له انا ما اعرفش مين هو العدو الحقيقي ومين اللي المفروض نقف قدامه، لكن كل اللي اعرفه ان انت في ناس مهتمين لامرك، يعني ما ينفعش تقتل نفسك علشان مش عايز تعيش، في ناس تانية عايزاك تعيش. حاول انت بس تفهم الدنيا بصورة تانية، فكرة انك اللي تختار الموت ده شيء خاطئ. وبعدها انهار والناس قوموه واخدوه لبيته هو وبنته. هاشمي بيقول له ان المفروض يتحبس في زنزانة، وفي لحظة ادراك عرفوا ان هم عملوا حاجة هيندموا عليها، وهي انهم نسيوا امر هيجيكاتا اللي قال لهم محدش يتحرك من هنا. والكل في الميبورو شجعهم على اللي هم عملوه لانهم ابطال بحق. وبعدها نيو خرج يدرب، وهاجمي راح وقال له تمركزك مش احسن حاجة، وبدأ يشرح ليه ان في خط يمتد من الرأس لاصابع رجليه، لو خلى ايده الشمال تنزل بخط مستقيم تمركزه هيتحسن. وتارو ظهر من العدم ومعاه ارز لاجل ان هم ياكلوا. هاجمي كان عايز يقتله لانه ظهر من العدم. في مجموعة من الناس بيتكلموا مع بعض على ان في شخص كان اشطر واحد في المجموعة بتاعتهم، الا ان في حد نال منه. واحد منهم قال احنا لازم نخلي الخارجين عن القانون هم اللي يحاربوا بعض، وطلب بعدهم ان هم يجيبوا الميبورو. وبنرجع بقى لمقر الميبورو وهم منتظرين سيرازياو، كان راجع من مؤتمر وهيحموا ايزو، وكلهم هيروحوا يقابلوا حاكم ايزو اللي المفروض الحديث ده كله يكون كوندو قاله، بس نسي والكل اتفاجئ انه عارف وساكت. ونيو بيقول ان الشخص ده محبوب في كيوتو لانه من كيوتو اصلا، وحتى ذكر ان السنة اللي فاتت كانت الناس كلها فرحانة بالاحتفال اللي كان عامله. وسيرازياو كان بيضحك ضحكة نصر على اساس ان النقلة الجاية ليهم هتكون بسببه. وفي شخص من اللي قاعدين اسمه يامانامي قال ان ليه سؤال لو تسمح لي، وسأله بالسؤال وبيقول له ان كيوتو بتعاني من حساسية سونو جوي. ونيو بيسأل ايه هو سونو جوي، والكل ضحك لانه ما يعرفش، لكن ياماني قال له سونو تاني تفخيم الامبراطور اللي موجود هنا في كيوتو، وجوي هي معناها طرد الاجانب اللي بيتعدوا
يتعدوا على الامان اللي موجود في البلد. ومن هنا نيو فهم ان الكلمة تعني تبجيل الامبراطور وطرد المشاغبين. وهنا يامانامي بيقول كلامك صح، لكن في صورة مختلفة للمصطلح ده، واولهم ان في ناس من الشيوعيين وناس عايزين يوقعوها، والغريبة ان كلهم من الداخل، يعني مفيش اجانب، وده مؤدي الى عدم توافق دائم. ده راعب الكل لان ممكن البلد تتهد في لحظة. لو بيقولوا انه نفس الناس كلها تكون على وفاق علشان الكل يبقى في امان. وعلى الرغم ان الكل اللي بيحصل ولسه هيحصل، المبورو وقتها من اللحظة دي حطوا حياتهم كلهم على المحك لاجل ان هم يحموا ايزو. وبالفعل الكل وافق على كلامه وبدأ ان هم يخرجوا لاجل ان هم يروحوا قصر الامبراطور. ولما وصلوا عند القصر، تارو وهاجمي ونيو فضلوا بره لان هم اطفال، وتارو لبسه ما كانش افضل حاجه. واثناء هم بره جه شاب شكله وسيم وبيقول ان انتم ما ينفعش تلعبوا هنا، وانبهروا بشعره وحكى لهم ان امه اجنبيه وقصه حمضانه كده ملناش علاقه بيها. وبعد كده حكى لهم انه عنده مطعم وانه جاله طلب بصناعه الكيمونو. تارو بيقول انه غني وما تعبش قبل كده، ليه بيسرد علينا قصه حياته؟ ولكن نيو بادر بتعريف نفسهم وان هم من المبورو، والولد قال لهم ان ما حدش بيحب المبورو. لكن نيو بيقول له الموضوع عكس كده خالص، احنا بنحاول نخلي البلد دي امنه. بيقول لهم ان اسمه سيتو، ودخل القصر والكل شاكك في امره، في حاجه ورا الواد ده. وبنلاقي الميبورو كلهم بيتعاملوا مع الامبراطور برسميه، وواحد طلب ان هم يرفعوا راسهم، وده يبقى مفوض وقائد فرقه الايزو. وماتسودا يارا بيطلب من الامبراطور شخصيا، وكنت بدأ ان هو يقول خطاب كاتبه على ايده، وفيما معناه ان هم عايزين يدافعوا عن كيوتو لانهم يكونوا مصدر امان لكل حاجه، بجانب ان هم يكون معاهم فلوس. ماتسودا طلب منهم الصراحه في كل حاجه، وكل واحد بدأ يقول السبب في اللي خلاه ينضم، زي اللي مثلا عايز يحارب ناس اقوياء واللي عايز يخلد اسمه. وكل قال الا هيجيكاتا. لما اتسأل قال ان خطاب كوندو قدر يلخص كل حاجه محتاج اقولها. واخدوا جزء من المبورو وروهم الجثه اللي راحت من عندهم. وبيقول ان عينيها كده مش موجوده، كل الحالات الوفاة بالمنظر ده. والقتيل ده قبل ما يموت قال اخر كلماته ان في 5 بيقول ان هم مش هيسيبوا اي حد في حاله غير لما يظهروا في العلن. والناس طلبت من المبورو انهم يقضوا على ال5 دول باي ثمن إن كان. ولما خرجوا حكوا على كل حاجه للاطفال اللي سابوهم بره. نيو خطرت في باله فكره، لكن مرضيش يقول لحد. ولما اتقفش حكى لهم ان في طفل يعرف كل حاجه. وبالفعل هاجم ونيو راحوا للولد ده وقعدوا يتكلموا معاه في التجاره بتاعته، وانه فاهم كل اساليب البيع اللي بيستخدموها. والولد ده بيقول ان سبب مجيئتك هي السؤال اللي على الوفيات اللي من غير عيون، صح؟ وبدا الولد في تاليف قصه من وحي خياله، لكن ولا واحد منهم اقتنع اصلا. الا الليل ونيو وهاجمي مشوا وامنوا مش مقتنعين بكلام الولد ده. غير كمان ان نيو شاكك في امره، وهاجمي بيقول له نقتله، لكن نيو بيقول لا انا عايز اقعد معاه تاني. وفي شخص كان قدامهم ولابس زي مظله، والاتنين كانوا واخدين استعدادهم لاي سبب. واول ما عدى كان هيقتلهم، لكن قدروا ان هم يتفادوا الضربه. ومن كلام الراجل ده نيو اعتقد انه واحد من ال5 اللي بيقتلوا رجال الايزو، وهاجم بدا انه يهجم عليه. وده ما يمنعش ان الراجل ده قوي برضه، ولكن نيو اتدخل وطلب ان هم يتكلموا، وبدا انه يسمعهم فعلا لانه شايف واحد عنده قوه اكبر من سنه، والتاني عنده شجاعه كبيره انه يخوض حديث. والراجل سأل نيو قال له انت تعرف احنا ليه بنقتل الاجانب؟ نيو قال له انهم الاشرار وبيقتلوا الناس وخلافه من بشاعه. لكن الراجل رد وقال له افيون، احنا بنقتلهم بسبب ان هم بيدخلوا افيون البلد بس على صورة فضة زي واجهة للاعمال الوسخة، هدفهم ان هم يلعبوا على عقول الشعب ويتحكموا فيهم. قال له انتهت الامبراطورية الصينية بسبب كده، لكن الافيون لسه مستمر. حد قالك كده ولا لا؟ وشوغن ما زالت بتخطط لفتح البلاد للاجانب، وجماعة الايزو بتدعمهم. ده غير ان انتم كمان مضحوك عليكم لانهم بيستغلوا جهلكم، وبكده يبقى كل الاطراف مشاركين في الجريمة. نيو بيقول له انت ده مفهومك عن العدالة انك تخلع عين الضحية؟ قال له ما عنديش مفهوم غير ده، وده زعزع الايزو. هاجمي بيقول له ارجع يا نيو وسيبنا عليه، لكن نيو رفع سيفه لاجل مواجهته، ولكن بيقول لهاجمي اننا مش هنقتله علشان يعرفنا اماكن الاربعة التانيين. ولما نيو قرر انه يشتت انتباهه لاجل انه يركز عليه وهاجمي ينقض عليه، لكن اتفاجئ ان صاحب الراجل ده واقف ورا هاجمي. والراجل كان عايز يفاجئ هاجمي، ولكن الغريب ان محدش حس بوجود الراجل ده اصلا. والراجل صاحبه بيساله انت بتعمل ايه هنا؟ بيقول له اكيد جاي علشان اساعدك يا برو. بيقول له يا عم احنا مش اخوات من امتى وانت شايفنا كده؟ قال له اننا شربنا مع بعض. الراجل نفى ده تماما ونسي كل حاجه، وبدا ان هم يتخانقوا مع بعض. واحد بدا يهاجم هاجمي بسيفين، والتاني بيقول لنيو يلا بينا مبارزه ولا اقتلك افضل. ولما نيو بدا ان
انه يشق بالسيف الراجل اداله بالرجل ورماه في الميه اللي جنبه، ونزل وراه وبيحاول يخليه يبعد عن الميبورو والايزو، لكن نيو بيرفض تماما وبيقول له مستحيل اعمل كده ولو على موتي. والراجل كان خلاص على وشك ازهاق روح نيو، لكن سوجي ظهر فجأة قدامهم واخد نيو وخرجوه بره المياه لاجل ان هو يطمن عليه، والكل مش فاهم مين ده وبيعمل ايه هنا. وطارو جري على نيو لاجل انه يطمن عليه، لكن خلاص كل حاجة كانت انتهت، نيو مات والانمي خلص. لكن بيصحى تارو وكان قلقان عليه جدا وبيقول له اوعى تقلقني عليك تاني. والراجل ده طلع بيسأل سوجي انتم السبب مش كده، انتم اللي بتحرضوا الاطفال وبتكدبوا عليهم كدبة حلوة. لكن سوجي بيقول له كلامك غلط اساسا، لان الراشدين بيواجهوا الاطفال مش بيضللوهم. ولكن السؤال الصح، هل الاطفال دول ليهم صراعاتهم الخاصة في حياتهم ولا لا؟ يعني هم ليهم كبريائهم وشخصيتهم واحلامهم. والراجل بيقول له انت كلب للشوغن. سوجي بيقول له كل شخص كلب لشخص اخر. ولكن الراجل يتعصب جدا وبيقول له انت صعب الكلام معاك من الاساس، انت اصلا سمعتني؟ سوجي بيقول له وجاوبت كمان. ولكن سوجي رد قاسي سيكا، وهو انه مش هيتكلم معاه لانه مش اختصاصه، ولكن هيخلي سيفو يتكلم بدلا منه. وصاحبه بيقول له انت هتحارب جوتارو راجل لراجل، انت اكيد بتهزر. لكن لا، ان سوجي ملوش ولا ثغرة واحدة للاختراق، وبدأت مبارزة رسمية بتعريف اساميهم. وسوجي مجرد ما النزال بدأ كان عند رقبته بيقول له المفترض ان القتال بدأ صح. جوتارو وهو صغير كان اقسم انه هيحمي المجتمع لانه ما كانش يعرف ان يومه هيقرب بالسرعة دي. ومن هنا جوتارو انتهت رحلته، والراجل التاني حدف شوريكن عليه وبدأ ان هو يهرب. ومن هنا عرفوا انه نينجا في الاساس. سوجي وهاجيمي بدأ ان هم يلحقوا بيه، ولكن نيو قرر ان هو يلحقهم هو كمان، لكن اغمى عليه. بيصحى يلاقي نفسه في مكان كده، وبيخرج يلاقي هيجيكاتا قاعد بيلمع في سيف وبيسأله على البقية فين. هيجيكاتا بيقول له ان الكل مش هيرجع غير لما يخلصوا على الاربعة التانيين. ومن هنا نيو قرر انه يطلب سيف حقيقي من هيجيكاتا، وبيسأل هل ده للانتقام. نيو بيقول له لا، انا بس عايز اعرف هل انا مؤهل ولا لا. وبدأ يتكلموا على اللي حصل امبارح، ولكن بعد ما خلصوا كلامهم هيجيكاتا اداله السيف اللي كان قدامه وقال له ان ده سيفه، وهو اصلا كان بيفكر في انه يديهوله. وبيسأله ايه اللي المفروض تعمله، قال له عالم مليان امان، انا لازم اغير العالم. ونيو خلاص قرر انه ياخد السيفين، واحد يحارب بيه وهو السيف الخشبي، والسيف الحقيقي لاجل انه يديله دافع مش اكتر. ضحك والله. وجيكاتا قال له اعمل اللي انت عايزه بس تعالى معايا يلا بقى. وبيقول له على فين؟ قال له انت مش لماح ولا ايه؟ ولكن فهم ساعتها ان هم هيروحوا للولد ده لانه عارف كل حاجه. وتارو كان بيحاول يبحث عن الناس المشتبه فيهم لكنه كان خايف اصلا، لحد ما نيو جه ورعبه لما قال له انت بتعمل ايه. وجيكاتا بيقول له هستناك هنا لان لو دخلت معاك مش هتعرف تخرج منه باي معلومه، وانا حاسس ان ليه يد في قضايا القتل دي. ادخل وحاول تحصل على اي حاجه تفيد القضيه. الولد رحب بنيو وتارو وانه فرحان انه شافهم. نيو دخل في صلب الموضوع على طول وبيقول له انت السبب في اللي حصل امبارح. الواد بيحاول يعمل فيها انه مش فاهم هو بيتكلم عن ايه، لكن نيو بيقول له مش مستاهله تمثيل. هيجيكاتا اداني الورقه دي، كانت مع جوتارو مكتوب عليها طفلان رايحين ناحيه الجنوب. بيقول له انت على حق، لكن ليه متاكد ان انا اللي كتبت الورقه دي؟ نيو بيقول له محتاج اقول لك يعني. الولد بيقول له لو انت اتهاجمت بعد ما خرجت هنا يبقى لازم اكون انا اسرع منك في الجري علشان الحقك صح. نيو بيقول له لو عملنا الورقه كده سهل اننا نربطها في اي حاجه. وجري عند شباكه وفتحه علشان يقول له انها كانت اكيد مربوطه في حمامه. والولد اعترف في الاخر انه قدرت نيو عاليه في تحليل الاشياء. وتارو بيسال هو مسموح ليه انه يرسل بالحمام. نيو بيقول لا، الشغنانه لغت الموضوع ده. والولد بيقول انه هيتسجن لو عرفوا انه هو بيبعت بالطريقه دي. تارو قال له يبقى انت كده خسرت، لكن سيتو بيقول له وفين دليلك؟ نيو سأل انت ليه بتعمل كده؟ سيتو بيقول له ان الناس دول بيكرهوا الشغنيه والميبورو كمان لانهم متحالفين. ايه المشكله ان ندي المعلومه للي محتاجها؟ تارو بيقول له تلاقيك عامل فلوس قد كده، لكن الحقيقه انه ما بياخدش تعريفه واحده من الموضوع ده اصلا. وبدا يقول ازاي الناس ما بيضرش في شيء ومحبه الناس مش مفيده في شيء، وقعد يديهم محاضره عن التنميه البشريه والفلسفه. وقرر ان هو يخرج بعد ما قال له انه مستمتع باللي بيعمله، لكن نيو وقفه بيقول له مستحيل يكون إيذاء الناس متعة. والولد لما لقى نيو عنيد قرر انه يسيب كل حاجة وما يساعدهمش تاني. ورى نيو ورقة وبيقول له دي القايمة بتاعتهم، لكن نيو بيقول احنا مش محتاجينها. القايمة دي يا جماعة اللي هي القايمة
بس يلا عدي. تارو بيقول يا عم ما تبقاش عنيد، لكن نيو بيقول ان الميبورو بيدوروا عليهم بما اننا بنتكلم دلوقتي. وسوجي وجيكاتا نده عليهم وفعلا كانوا جات لهم معلومات عن اماكن التانيين وهم ماشيين. سيتو بيقول لنيو انا اتغيرت عن امبارح صح؟ نيو بيقول له انت غضبان علشان مش عارف تسامح الغرباء اللي بيخربوا البلد، فقررت اننا نحارب بعض وكل اللي فات كان تمثيل. تارو بيقول يا عم يلا بينا خلينا نلحق نشوف اللي ورانا. ووصلوا للمكان اللي بيقعدوا فيه ال5 اشخاص السبب في الحوادث دي، لكن اصبحوا 4 بعد ما سوجي قتل واحد فيهم. ولما وصلوا بيقولوا لكوندو احنا مش هنقتلهم. كوندو بيقول اننا هناخدهم كرهائن علشان يقولوا على اللي بعده، واستعمل كل واخد استعداده. وكوندو زي اللهبل جري في الاتجاه المعاكس. ولما دخلوا المكان البنت اللي شغاله هناك بتقول انه ما ينفعش تلوح بسيفك هنا، لكن كوندو بيقول اوعدك اني مش هسحب سيفي، لكن في ناس مشتبه فيهم هنا، دليني على مكانهم. وبالفعل دلته. ولما وصل لقى شخص مسن وقعد يشرب معاه الشاي، وقعدوا يتكلموا مع الراجل على حياتهم لما ضحك عليهم وقال لهم انه من الايزو. وفي اللحظه دي كوندو قال انه كان بيدير نادي للدوجو هو وزوجته، والكل كان في صدمه انه متزوج وكمان عنده طفل رضيع لسه، وكمان انه بقيه حياته من بعد الموضوع ده هو مكرسها للسيف وخدمه الامبراطور والشوغن حاليا. وبعد لحظه صمت ساله ليه القتل. الراجل بيقول له لاجل ابني سرقوه فلوسنا، وابني شق بطنه ومراته ماتت بسبب المرض، وكل ده بسبب الحكومة. كوندو بيقول تعالى معايا واحكي كل ده، لكن الراجل هيسحب سيفه وكوندو لحقه بسرعة ومنعه. العجوز بيقول انا عرفت من اول لحظة ان مش هقدر عليك، لكن لسه ما انتقمتش لابني. كوندو بيبكي والراجل بيحاول يهرب، لكن لما فتح الباب لقى الميبورو كلهم واقفين بره، وكوندو لسه متعاطف مع الراجل وبيسأله على ابنه العجوز. بيقول له يا عم ابن زي الفل، انا كنت بكذب عليك. والنادلة شكرته جدا لانه وفى بوعده وما رفعش سيفه. وبيروحوا بالليل. كوندو بيقول اننا مش هينفع نسيب ضحايا تاني تحصل، فاضل 3 هنجيبهم الليلة. وبيقول للطارو انه يعرف سيرازياو انه ما يرخيش دفاعه ويقبض عليهم احياء لان الراجل ده غشيم. ولا فعلا سيرازياو ولكنه سكران طينة، والراجل من ضمن ال3 واقف قدامه بيقول له انت قائد الموبورو انا هقتلك في مفيش. وباقي الموبورو بدأ ان هم يخلوا الناس لاجل ان المكان يكون فاضي عشان بقى في خطر. واحد من ال3 وقف فوق السطح وهاجم واقف في ظهره ورماله حاجة على الارض كانت مع جوتارو الشخص اللي السوجي قتله، وبيقول له المفروض انها تخصك، نيو هو اللي امرني ان اديها لك وتسلم نفسك. لكن الراجل رفض. هاجمي بدأ انه يستفز الراجل وبيقول له ان مفيش سياف بتتملك منه مشاعره. نيو من يوم ما جه والميبورو بايظه في حالة ضياع لانه بيستخدم العاطفة، وده شيء مش صح، لكن انا عكسه تماما. المفروض السياف سيفه على يساره، لكن تبا للقواعد انا اعصر، وكان السيف على يمينه وقال له سلم نفسك والا هقتلك. سيرازياو هزم خصمه بضربة واحدة، ولما خلاص كان هيقتله طارو بيقول له لا احنا عايزينه حي، لكن سيرازياو اخطأ في الضربة وهنا ادرك انه سكران فعلا طبعا رايق. وطارو بدأ ان هو يزعق لاجل ان هم مسكوا بالجاني، وهاجمي كمان هزم خصمه بضربة والراجل بيقول اقتلني، لكنه اداله بالرجل ورماه على الارض وقال له ان مسك الجاني. واخر شخص كان بيحاول يهرب قبل ما حد يمسكه، لكن اتفاجئ بالموبوري، وكل لما يجي يهرب من مكان يلاقي الباقي محاصرينه وبيقولوا انه لازم يعترف بكل الجرائم بتاعته، ولكن بيكبروا وبيقولوا انكم ضعفاء. وكوندو بيقول له ازاي يا جدع انت حتى ما قدرتش تهزم الطفل ده. وهنا كان يقصد نيو، ونيو بيقول انا موافق بس بشرط لو كسبتك تيجي معانا بدون نقاش، ولو انت كسبت هنسيبك تمشي. والكل راهن على فوز نيو. الراجل الحماس خده لاجل انه قتل رجال قبل كده، مش هيخاف من طفل يعني. وفي لحظة اشهار نيو لسيفه الراجل وقع على الارض، ومن هنا نيو كسب. الفكرة مش في قوته، الفكرة في جرأته. هاجم بيقول انت كنت مرعوب، لكن اظهار الضعف كان كفيل يقتله. وكوندو بيشيل ايد نيو من السيف لان الخوف كان تملك منه، وبيسأل انت ليه حطيت ثقتك فيا. كوندو بيقول له لانك مجتهد وبتتدرب كل يوم. والمفاوض جري على القصر بتاع الامبراطور بيقول ان الموبورو انهوا المهمة بنجاح، والكل مستغرب انهم بقالهم شهور بيحاولوا بدون اي نتيجة. واحد اسمه فوجيتا كان هو كمان في نفس المهمة، لكن الموبورو انهوا المهمة اسرع. والامبراطور او الموكل كان مبسوط جدا من نجاحهم، وبيقول ان هم انضموا رسميا تحت سلطته. والكل فرح جدا وقرروا ان هم يوروه عرض لقوتهم. فوجيتا كان ماشي لقى نيو قاعد عند مقابر الناس اللي ماتت وبيدعي لهم، ونيو عرف نفسه ليه وبيقول له
ممكن تقول لي اسماء الناس اللي ماتت؟ فوجيتا بيقول له انت ليه عايز تعرف اسمائهم؟ نيو بيقول له ممكن اي حاجه تساعدني في الدعاء ليهم. بيقول له في واحد اسمه كوشيبي وده كان صاحبه وكانوا عايزين مدينه كيوتو تكون امنه، لكنه توفى قبل ما نحقق ده، وكان بيحب سمكه الابراميس وبدا في الدعاء ليه، وبعدها مشوا مع بعض وبيشكر نيو بعدها على اللي هو عمله، والمبورو كلهم لانه محل ثقه. وصلوا القصر وكانوا مبسوطين كلهم، حتى نيو اول لما وصل بدا يوريهم مهارته في التلويح. وفي واحد من المبورو تعبان جدا اسمه تودو، واخد نيو معاه لاجل انه هو عايز يوريه بنته هو معجب بيها. ولما راحوا قعدوا في المطعم نيو بيقول له اختيارك حلو قوي، لكن جماعه المبورو كانوا بيتجسسوا عليه وبدا يطردهم. وهما ماشيين كان فكر في ان لبسه مش افضل حاجه، وقرر يروح يطلب فلوس ويجيب بيها لبس من سيرازياو، لكنه رفض واداله لبسه هو، وطلب من اصدقائه في المبورو ان هم يضايقوها وهو يروح ينقذها فتقع في حبه. للاسف اقدر اقول لك انها كده هتقع في حب العته. وسط ما هم منتظرين اللحظه المناسبه كانت قابلت حبيبها وخاب املهم، وقرر ان هم يرجعوا تاني، لكن سمعوا اصوات ناس بتضايقهم، وتودو في لحظه راح انقذها من الازمه اللي هي كانت فيها. وهم مروحين لقى حلاق وقرر انه يغير ستايل شعره، وراح حكى للكل ان في بنات في المدينه حلوه قوي، والكل قعد يضحك عليه. بنرجع للراجل العجوز اللي كان بيحكي قصص للاطفال بتاعه الميبورو، بيقول لهم ان من بعد اللي حصل ده بقينا تبع جماعه الايزو. وواحده من الاطفال سالته مين الاقوى في الشينسنغومي، وبدا يحكي ان تودو كان بيسال مين الاقوى فينا، وهيبداوا يشربوا ساكي، واخر واحد هيفضل صالب طوله هو الاقوى. ولكن الكل خلوها حفله خراب ومحدش قادر يقف من كتر الشرب. المهم ممكن يا صديقي تنزل تعمل لايك وسبسكرايب علشان نكون عيله كبيره، اكيد هتعمل كده صح؟ وفضل سيرازياو هيجيكاتا وبيسال هيجيكاتا عن مستقبل ميبورو وانهم بيتبعوا الايزو. هيجيكاتا بيقول له ما عنديش مانع، انا بس مش عارف هل القرار ده كان ليه لازمه ولا لا. وبيقول له يا عم احنا محتاجين راعي علشان يتكفل بالمصاريف بتاعه الميبورو. وبدا سيرازياو ينفعل من هيجيكاتا لما بيقول له احنا مش جايين نرمي مسؤولياتنا لاجل مصالحنا الشخصيه، وبدا يقول كلام كتير مش مفهوم لان هم كلهم سكروا. سيرازياو بيقول ان هو كان نفسه يبني قصر، وان هو ضرب اخوه كتير وهم صغيرين لانه داس على السلحفه بتاعته، وده طبعا اثر السكر اللي هم كانوا فيه. وجيكاتا بيقول له انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه. وفضلوا يتكلموا لحد ما الاتنين وقعوا من طولهم، وتارو دخل لقى نيو قاعد بيقول له خلاص ناموا صح، وقال له ايوه. واخر واحد بقى اللي كان فضل عايش فيهم، او بمعنى ادق ان هو صاحي فيهم، كان إينوي سان. تاني يوم وهم بيتدربوا كانوا بيقترحوا ان هم لازم يكون ليهم راية او اللي هو علم يعني، لكن نيو بيقول ان احنا لازم نلبس لبس موحد ده هيكون افضل وهنتعرف فيه. والكل ايد الفكرة وهيبدأوا في تنفيذها. والمسؤول عن صناعة الملابس واختيارات الالوان كانت هي الجدة بتاعت نيو. وطبعا سيرازياو اللي هو مسؤول عن القطيع ده بدأ ان هو يحكي عن كل حاجة، وطبعا وافق على اللي هم قالوه بس بشرط ان لبسه يكون اكتر لبس مميز فيهم. وده طبعا علشان هيجيكاتا قال له سيب الموضوع ده علينا احنا. هو بالفعل هاجمي وطارو ونيو راحوا للجدة علشان تعمل لهم الملابس، ولكن طبعا الجدة دي استغلالية جدا انه خلتهم يشتغلوا، وكمان طلبت منهم ان هم يبيتوا في المطعم الليلة. وتاني يوم الصبح وهم شغالين في شخص غريب جدا جه. في الحلقات الجاية بقى هنعرف مين الشخص ده، وهل الجدة هتعمل لهم التصميم اللي هم طلبوه منها ولا لا، وهل المبورو حالتهم المادية هتتحسن ولا خلاص على كده. اشوفكم في الحلقات الجاية، يلا سلام.